الجزائر راهي نصها عنده مرض توحد، منهم تبون كان عنده مرض توحد ولين دخل للعالم، مره يقول لنا بطاطا، مره يقول لنا اللي قبضتوا لينا خطوا بحجره، مره اللي قبضتوا لينا قصوا ذاك. لا هذيك مشكله مرض توحد، ومرض توحد دائما مولاه ياخذ في النقاشات، مره يقيس بك الاقتصاد، مره يقيس بك الرياضه، مره يقيس بك اللوبيا، مره يقيس بك العدس، مره يقيس بك الخبز. الله يجعل اللهجه السيد احمد. المملكة المغربية مملكة رشيدة، مملكة متبصرة، مملكة عارفة اللي صالح وعارفة اللي خاسر وانت مجربها، مملكة حرية، ولا نعطات لها رئاسة حقوق الإنسان اللي يعود اليوم الإنسان يعبر بكل حرية وبكل جدارة. وأنا ما نتكلم من فرنسا كيف الطفلة قبيل اللي دخلت تتكلم من فرنسا قالت لك أنا كذا، سيري قيمي شر فرنسا ولا ودي كانت تجبري تغاشيرة من الجوطية ولا سروال والله تريكو ترجليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كنت كتذكر شكون أنا هو السياسي المغربي اللي في بريطانيا اللي كنت معاك في شهر 4. أيوة في حزب العمال. نعم. وكنا تكلمنا ذاك الوقت، تكلمنا على أنه غادي يكون ان شاء الله يعني الاعتراف ديال مغربيه الصحراء قريبا. قلتها لك عليك نور. صحيح ذكرتني. نعم ترجع للتسجيل وغتشوف بانه كلامي كان صحيح. بارك الله عليك فعلا. وللافاده وكذلك في سميتو باش نزيدوا نضحكوا شويه، انه كانوا الاخوه في هذاك اللايف كانوا بزاف اللي قالوا بانه كما قلتي انت دابا، يعني انه الجزائر يعني بهذاك البيان اللي قامت به في خلال يعني ما يعني من وراء ساعتين ديال المكانه داروا بيان وخرجوا بهذاك البيان، فانه ذاك ملي كتعندك في هذاك اللايف من وراها ب3 أيام كان تدخل جزائري في بريطانيا في البرلمان، وكان اتصال مباشر مع برلماني في حزب المحافظين اللي هو الاسم ديالو أشلي فوكس، لطرح أسئلة في البرلمان فيما يخص هذه القضية. فيعني كان تحرك، يعني ما كانش يعني أنا باش نقول لك بأنه راه البرنامج ديالك يتابع من السلطات الجزائرية 100%، ما فيها لا إلا ولا حتى، لأنه فهمتي هذا. وانا شو انا قلت لك، انا دابا ربما راه دابا الا كان عندي الواتساب ديالك يعني نرسل لك هذه المسائل، انا عندي موثوق هادشي بوثائق، هادشي ما تنهضرش بدون وثائق. فيعني انه الحمد لله احنا وصلنا لهذاك الغايه اللي احنا كسياسيين مغاربه الان اللي اصبح عندنا وزن في بريطانيا،